النهاردة هنكتشف مع بعض سر قوي هيساعدك تنجح في حياتك المهنية، وهو الإنياجرام. ممكن تكون سمعت عنه، بس هل عرفت إنه ممكن يوجهك في اختيار شغلك وتطوير نفسك؟ تعالوا نعرف سوا. ببساطة الإنياجرام هو أداة لتحليل الشخصية، وبيقسم الناس ل9 أنماط. كل نمط فيهم عنده مميزات وتحديات خاصة، وبيساعدك تفهم نفسك أكتر، وبالتالي تختار المسار المهني اللي يناسبك. يعني بدل ما تروح تشتغل في مجال مش مناسب ليك، تقدر تستخدم الإنياجرام وتوجه حياتك المهنية بشكل أفضل. تعالوا نكتشف ال9 أنماط بشكل سريع، ونشوف كل واحد فيهم ممكن يكون مناسب لمين في عالم الشغل. وأول نمط هو المصلح. الأشخاص اللي من النمط ده دايما بيحبوا كل حاجة تكون بيرفكت وعلى أجمل وجه. يعني لو انت من النوع ده تلاقي نفسك ممتاز في شغل زي المراجعة أو الهندسة، والدقة والإتقان هم عنوانك. تاني نمط هو المساعد. المساعدين عندهم قلب كبير وحب لمساعدة كل الناس. لو انت من النوع ده هتلاقي نفسك رائع في الموارد البشرية أو التمريض. الشغل اللي فيه مساعدة للناس هو مكانك. تالت نمط هو المنجز. المنجزين دايما طموحين وعندهم شغف بالنجاح. هم دايما بيدوروا على التحديات والتفوق. لو انت من النوع ده لازم تكون في مجال زي المبيعات او التسويق، علشان النجاحات واضحة واهدافك دايما في مقدمة المشهد. رابع نمط هو الفنان. الفنانين بيحبوا يعبروا عن نفسهم بشكل فني ومميز. لو انت من النوع ده هتلاقي نفسك في التصميم او الكتابة، والابداع هو مفتاحك. رابع نمط هو المحقق. المحققين بيحبوا التحليل والتفكير العميق. لو انت من النوع ده شغل زي البحث العلمي او البرمجة هيكون مناسب ليك، وتحليلك للامور هو سر نجاحك. سادس نوع هو الوفي. الاوفياء دايما بيدوروا على الامان والاستقرار. لو انت من النوع ده يبقى إدارة الاموال والقانون هيكونوا مكانك، والتنظيم والاستقرار هم عنوانك. سابع نوع هو المتحمس. والمتحمسين عندهم طاقة وحماس دايما. لو انت من النوع ده هتلاقي نفسك بتنظم فعاليات او السياحة، والشغل اللي فيه حركة وتجديد هو مكانك. تامن نوع هو القائد. القادة بيحبوا التحدي والسيطرة، هم شجعان ودايما بيحبوا قيادة الفرق وتحقيق اهداف كبيرة. لو انت من النوع ده الإدارة والمشاريع هم المكان اللي هتبرع فيه. وتاسع نوع والأخير هو الوسيط أو الوسطي. الوسطة بيدوروا على السلام والتوازن. لو انت من النوع ده شغل زي الاستشارات أو العمل الاجتماعي هيكون مناسب ليك، والتوفيق بين الناس هو قوتك. ودلوقتي بعد ما عرفنا الأنماط ازاي تستفيد منها في شغلك، أول حاجة اعمل اختبار الإنياجرام، وهسيب لكم اللينك في أول كومنت. النتيجة هتديك فكرة واضحة عن نمطك وتساعدك ازاي تعرف ايه الشغل المناسب ليك. تاني حاجة هتعرف نقط قوتك وضعفك، وبناء عليه هتقدر تستغل نقط قوتك وتحسن نقط ضعفك. تالت حاجة أكيد هتساعدك تختار بيئة العمل المناسبة ليك. دور على الوظيفة اللي هتناسب نمطك. يعني لو انت متحمس اختار شغل فيه حركة وتجديد، ولو انت محقق اختار مجال فيه تحليل عميق. ورابع حاجة تطوير مهاراتك. ركز على تطوير مهاراتك اللي هتتماشى مع نمطك. ده هيساعدك تكون أكتر كفاءة وتحقق نجاح كبير. وأخيراً الإنياجرام هو أداة قوية هتساعدك تفهم نفسك بشكل أعمق، وبناء عليه هتساعدك في اختيار مسارك المهني المناسب ليك. لو عندك أي أسئلة وحابين تعرفوا أكتر عن نمط بعينه اكتبوا لي في التعليقات.